بالي. كيف احساسك وكيف شعورك وكيف شايف جوي اوورد هالسنه؟ والله هي السنة في كتير اشياء جديدة هيك وعم يختلف علي سنة عن سنة. اسم الله على كل الأصعدة. هي أول شغلة، الشغلة الثانية كتير مبسوط بالناس اللي بنحبهم وهالنجوم اللي موجودين هون منورين الدنيا. شامي تعرف وانا قاعد احضر الجوي اوورد قلت اقول الشامي ولا دكتور؟ ايش اللي تحب؟ اعطيني من الاخر. شو رأيك نبلش بيا ليلو يا العين مثلا؟ ليلو يا عين. شامي تالي السنة تترشح في جوي اوورد، السنة هذه كمان مترشح كأفضل مغني. قديش متحمس وايش توقعاتك وكيف شايف المنافسة لهالسنة؟ لك أول شيء الحمد لله رب العالمين، أنا صار لي 3 سنين على التوالي كل مرة بجي على جوي يكون مرشح لجائزتين، أفضل فنان وأفضل أغنية. أفضل أغنية صحيح. فالحمد لله رب العالمين بمجرد تواجدي على قمة الأغنية العربية بكل سنة بالترشيحات هذا شيء شرف لإلي، والباقي على الله والاجتهاد. يعني أنا حسألك سؤال أمانة، هذا ممكن يعني أبعرف شعور كل نجم شاب يشعر فيه. اليوم أنت تتنافس على الجائزة مع فنان كبير زي فضل شاكر، قامة فنية، إيش شعورك؟ أنا يعني اللي عم تقول لي مسؤولية كثير كبيرة، بس ما بقول اني انا بتنافس انا وفضل شاكر على افضل اغنيه، بقول انه انا الي الشرف انه ينحط اسمي امام فضل شاكر كافضل اغنيه بالعالم العربي. كلام جميل. انا حكون واقف عم صفق له ومبسوط له من قلب قلبي للاستاذ الكبير فضل شاكر اذا اخذها عني، ولكن انا بستحق كمان. انت تستحق. وخليني اقول لك هذا كلام جميل وكلام راقي حبيبي. من فنان مثقف وراقي مثلك. الله يخليك. وتستاهل انت وكل المرشحين، وبالتوفيق لكم. سعيد جدا بوجودك معنا شامي. استمتع بالحفله واستمتع بالجوي اوورد. شكرا كثير حبيبي.